من هجران القرآن عدم العمل بأوامره، فيقرأ قول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، ثم يتكلم بأقبح الكلام. هذا هجران للقرآن. يقرأ قول الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا، ثم يغتاب الناس. وأنفقوا فلا ينفق في سبيل الله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فيلقي بيده إلى التهلكة ويتعاطى ما يقتله من دخان ومسكرات ومخدرات وغير ذلك. هذا من هجران القرآن. من هجران القرآن عدم الاستشفاء به. يقول الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ويقول جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يرقي بالقرآن. ورقى أبو سعيد الخدري كما في الصحيح، رقى رجلا أصيب بلدغة فرقاه بسورة الفاتحة وجعل ينفث عليه فبرئ وقام ليس به بأس. ما هو شفاء؟ وقد جرب مرارا إلى اليوم الرقية بالقرآن على أمراض بعضها عجز الطب عن علاجها، فثبت لدى الأطباء سواء المسلمين أو غير المسلمين، ثبت أن هذا المريض تحسن حاله وربما شفي من مرضه كله، وهذا بشهادة الأطباء أنفسهم. الاستشفاء بالقرآن الشفاء القلبي. إذا وجدت في قلبك قسوة فاقرأ القرآن لينه به، هذا من شفاء قلبك. إذا أصبت بمرض أو أصيب من تحب بمرض فرقه بالقرآن، فإن هذا من النفع، وهو من الاستشفاء بالقرآن، وتركه نوع من هجرانه.